لماذا أحبها؟ هل تعلم لماذا؟ هل تعلم لماذا أحبها؟ والله العظيم عاوزكم بقى تقرأوا في تاريخ الدولة دي وهتعرفوا أسرار محدش يعرفها، بس حاولوا تتعمقوا في التاريخ شوية وتتعمقوا في حاجات كتير بينهم وبين مصر زمان. تعمقوا أو ما بين الجزائر ومصر، سوف تعرفوا لماذا أحبها. بعيدا عن أي شيء، طبعا أنا بقرأ في التاريخ الجزائري كتير جدا، فبعشقهم اكتر واكتر، لان في التاريخ بتاعهم كده قابلني حاجات وتعاونات ما بينهم وبين مصر حلو قوي. وانا اللي يقف جنب بلدي يوما ما اشيله على راسي طول عمري بصراحه يعني. الجزائر لا تسالني لماذا احبها، والله العظيم ما فيش اجابه. طبعا انا مصري مع بلدي جوه دمي، مش هقعد اقول بحب مصر كتير، لكن انا بعشق مصر بالافعال. ولما بشوف حد بيحب بلدي، يعني انا اي حد جزائري يقول لي بحب مصر اقول له موت عليكم. ليه موت عليكم؟ احبها، والله العظيم احبها. انها الجزائر بلد الشهداء، بلد الكرامه والنخوه، بلد الاراده، البلد التي غيرت تاريخها بابنائها، والله العظيم. حياتنا واحترامنا لكل اخواتنا العرب والله، وبالاخص المغرب العربي في قلبي، ولكن الجزائر ليها مكانه خاصه كده، بتجري جوه دمي كده شويه، فاهمين؟ والله العظيم عاوز اقول لكم بحبكم. الى كل اخواتي الالجيريان بحبكم، نموت عليكم يعني بالزاف. والله العظيم. ان شاء الله اول مشروع ليا هيكون في الجزائر، ان شاء الله مطعم حليم فاست فود. طبعا كنت فتح قبل كده في مصر، ولكن هبدأ افتح الفترة الجاية ان شاء الله، خلال السنة الجاية ان شاء الله. اولى الفروع الخاصة بالبراند بتاعي هيكون في الجزائر. ربنا يقدرنا ونفتح حاجة عظيمة جدا وسط الجزائر تدل على الثقافة المصرية الجزائرية. ان شاء الله خلال السنة الجاية حليم في الجزائر ان شاء الله. وناوي ان شاء الله بامر الله استقر في الجزائر فتره كبيره جدا ان شاء الله. ربنا يعني يسهل كل حاجه كده، وكل اللي بخطط له يخلص على طول، ونبدا اول براند لحليم في الجزائر ان شاء الله. ثقافه مصريه على الاراضي الجزائريه. تحيا الجزائر، تحيا مصر، وتحيا كل الدول العربيه، وتحيا المغرب وتونس، كلكم في قلبي. ولكن الجزائر ليها بس حتة حلوة كده، حتة حلوة، معلش بحبكم.